السلام عليكم، مرحبا بكم متتابعي الأعزاء في فيديو جديد لنهار اليوم. إن شاء الله يلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة يا رب العالمين. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون بسبوسة بحجم عائلي، غير بزوج بيضات، يعني الله يبارك. بسبوسة وعليها الكلام شربة طالعة تذوب في الفم. شوفوا البنات، راني قسمتها وهي تغلي، راهي سخونة، راكم تلاحظوا البخار راهو يخرج منها. شوفوا كيفاه معسلة، راهي تقطر بالبنة. المهم حبوباتي، ما نطولش عليكم، نروح مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. ما تنسونيش من الجام، واللي أول مرة تدخل القناة نقولها مرحبا بك، تكوني أخت من أخواتي، ونقولوا بسم الله على بركة الله. المقادير وطريقة التحضير. سلام للجميع، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم رجعت لكم بوصفه جديده اللي هي وصفه البسبوسه. راح نمد لكم مقادير جد مضبوطه باش تخرج لكم هذا النتيجه، ومستحيل تزيد تتفتت هذيك البسبوسه معاك، صدقوني. تخرج لكم ناجحه مليار من اول تجربه، بزاف بنينه، مقادير مضبوطه. تبعوا الفيديو للاخير باش تكتشفوا معايا كامل تفاصيل الوصفه. وهذه الوصفه تقدروا حتى ديروها وصفه مشاريع اذا حبيتوا. لحظة هكذاك وجات ناجحة، يعني كي تكون نتوما ما طفاتلكمش تجيكم نتيجة ولا أروع. وهي سخونة سقيتها بهذيك الشربات كاملة. هنا ليكم الاختيار. شوفوا ملي حطيتها يعني تشربت كامل هذيك البسبوسة تشربت الشربات. تحبوا تخليوها يعني تريح نص ساعة باش تقسموها، ساعة، ليلة كاملة، هذيك الحرية ليكم. أنا البسبوسة ناكلها سخونة، كيف أنا كيف بناتي، كيما نوجدها كيما نقسمها، ما نخليهاش تريح. البنات ما خليتهاش ريحت هي لو كان 5 دقائق، راهي مازال هي سخونة. راك دهنتها بشوية كونفيتير، حوالي ملعقة ونص لزوج مغارف. علاه نحب ندهنها بالكونفيتير ماشي بالعسل؟ لأنه الكونفيتير فيه شوية الحموضية هذيك، وما من البنة مع الكاوكاو مع يعني يمدلي بنة مليحة، خير من العسل، خير من لاجولي، خير من يعني من أي حاجة. وتبقى مسألة واش عندك في الدار. عندي شوية كاوكاو ثاني درت رشيته على السطح تاعها، ما نحاولش نغطيها كاملة باش يبان هذاك اللون الله الله عليه. ورايحة نقسمها. انتي البلاطو تاعك عرفاتو شحال يخرج لك. اذا حبتها كبيرة، بياس كبيرة، مربع كبير، كبريه. اذا حبيتيها صغيرة، انا هذه البنات البلاطو ديما نخرج منه 16 حبة. 16 حبة كيعودوا عندك ضيافة ولا مناسبة، الله يبارك، رايحين كيف نقولوا يحمروا لك وجهك. وخلاص هنايا بديت يعني نحي فيها، راهي سخونة البنات، البخار راهو يصاعد منها. اللي مازالت الفيديو لحد هنايا حبيبتي ما تنسينيش من جام هكذا باش يوصل الفيديو تاعي لاكبر عدد من المشتركين، وتدعمي القناة ان شاء الله ولك الاجر. شوفوا البنات كيفاه، قلت لكم انا ما خليتهاش يعني دارت قد ما تخليها تريح قد ما تشد روحها وتشرب هذيك الشربات تجي هايله. اذا واش نقول لكم حبوباتي، شهيتكم في الجنه، راح نذوق معاكم هنايا تشوفوا مصداقيه الوصفه تاعنا. يا ريت نقدر نوصل لكم البنه اللي راهي في هذه البسبوسه، نوصلها لكم عندكم عبر الهاتف، ولا الرائحه تاعها كي تعود الطيب. انا ملي نعود نطيب البسبوسه يجيو بناتي يجري ماما بسبوسه، نقول لهم ايه، يعرفوا الريحه تاعها والفوا بها في الدار. هكذاك نتوما ثاني حاجه صغيره، يعني مش ما تشد الوقت، ما يعني ما هي مكلفه بزاف. رايحين ساعه ساعه منين ذاك ديروها، فرحوهم بيها. شوفوا البنات كيفاه. الكاوكاو مدلها واحد القرمشه لداخل. السميد هذاك ثنا، شوفوا البنات كيف تقولي قلب اللوز، تقول راكي تاكلي في قلب اللوز. الشربات مسقيه الله الله ماخذه حقها. انا كيف قلت لكم نحبها سخونه، كيف تقدروا كيف تحبوا تقدموها قدموها. الى هنا نقول لكم ينتهي لقائي بكم، والسلام.
على دفعه واحده، تخليوها يعني تتشرب شويه، من بعد تعاودوا تزيدوا لها الكميه المتبقيه. وهذه الكميه اللي مديتها لكم يعني تشربتها لي كامل، يعني باش ديروا حسابكم وتخليوها تبرد. من بعد هنا رايحه نبدا ندير التزيين. درت شويه من المكسرات يكونوا مرحيين متوسط، انا صراحه كان بقى لي شويه تاع اللوز درت به التزيين. تقدروا ديروا جوز الهند، تقدروا ديروا شويه كاوكاو يكون محمص، تقدروا ديروا كاوكاو ايفيلي محمص ولا اللوز ايفيلي محمص اللي متوفر عندكم. من بعد هنا رايحه نبدا نقطع هذيك البسبوسه تاعي كما راكم تشوفوا. هنا صراحه ما خليتهاش تبرد يعني 100%، درت برك هذاك السيرو خليتها يا ربي واحد 5 دقائق، يعني غير باش نكمل الفيديو. راكم تعرفوا مع التصوير يعني لازم نكمل شويه بكري، على هذيك ما خليتهاش تبرد. نتوما تخليوها تبرد وتتشرب في غرضها. من بعد تبداو تقطعوا هذيك البسبوسه، وكما شفتوا قطعت 4 من الجهه هذه و3 من الجهه تاع العرض، وتخرج لكم 12 حبه. وهنا اللي تحب ديرها وصفة مشاريع، دوكا كل منطقة كيفاش يعني يديروها، ولا حتى الأسعار تختلف من منطقة لأخرى، وعلى حساب ثاني المكان اللي متواجد فيه. مثلا زعما إذا رايحين ديروها للقهوة، كل يعني منطقة وكيفاش. كاين لي المقاهي يعني الأسعار تاعهم شوية غاليين، وكاينين يعني اللي يجيو هكا في مناطق شويه نائيه ماشي كيف البري. مثلا نقول لك الحبه تتباع كاين اللي توصل حتى ل 8000 الحبه، بلا كاينين اللي يقولوا لك غاليه، لكن صراحه كاينين مقاهي اكثر من 8000، وكاين ثاني اللي يبيعوها 3500 و 4000. وعلى هذيك ما نقدرش يعني نمد لكم هنا الثمن اكزاكت كل منطقه وكيفاش، لكن هي على العموم راهي بين 4500 حتى ل 5000. لكن ننصحكم دائما ديروا الحجم تاع الحبه شويه صغير باش تخرجوا فيها، يعني هذه فقط ملاحظه، وتحسبوا يعني باش تخرجوا بنتيجه احسن. واش ديروا سعر المشتريات تاعكم تضربوها في 2، وكاين اللي يضرب في 2.5. يعني هذه فقط ملاحظه ثاني. كاين اللي يضرب هذاك سعر المواد اللي يعني اللي شريتوها تضربوها في 2.5 ولا 2 كما تحبوا. وصراحه البسبوسه يعني ما فيهاش تعب بزاف، على هذيك ننصحكم تضربوا فقط في 2، يعني باش تاخذوا برك الحق تاعكم. المهم هذاك العدد اللي يخرج لكم تقسموه على 12 حبه. مثلا هنا خرجت لي 12 حبه، وهذاك هو سعر الحبه الواحده هنا، باش يعني تكونوا تاخذوا برك حقكم. وهنا وصلنا لاخر الفيديو احبابي، ان شاء الله عجبتكم الوصفه، نتمنى تجربوها في اقرب فرصه في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.